الدش السخن اللي انت لسه واخده ده هيدمر لك حياتك. عارف احساس الاستجمام اللي بتحس بيه لما تاخد دش سخن؟ الاحساس ده عباره عن فخ، والنتيجه هنا الدش السخن ده بيجرد جلدك من الزيوت الطبيعيه اللي بتحميه. ومش بس كده، ده البكتيريا النافعه اللي بتبقى موجوده على الجلد بتاعك كمان بتموت، ونتيجه لده جلدك بيبقى جاف ومشقق وتحس ان هو بيتقشر على طول. ولو انت من الناس اللي عندها اكزيما او اي مرض جلدي، فانت حرفيا بالدش السخن ده انت بتولعها، هتلاقي نفسك بتكره الاستحمام اصلا من كتر الحكه والهرش اللي هيجيلك بعد الدش. الموضوع كمان ما بيوقفش لغايه الجلد، الدش السخن برضه بيأثر على الشعر بتاعك وبيجرده برضه من الزيوت الطبيعيه بتاعته، وبيخليه عرضه اكتر للهيشان، التساقط والجفاف. من الاخر الدش السخن هنا بيدمر الشعر بتاعك. بس المشاكل دي كلها في كوم، والمشكله اللي هقولها لك دلوقتي في كوم تاني خالص، لان دي اخطر مشكله هتقابلك لو انت ما خدتش بالك منها، ممكن كمان تاثر على حياتك. وقبل ما اقولها لك ما تنساش تاكد انك عامل فل. المشكله دي ان الدش السخن بيوسع الاوعيه الدمويه اللي في الجسم بتاعك، فممكن وانت بتستحمى بالميه السخنه ضغطك يوطى ويغمى عليك، وكل ده بالبخار اللي مليان في الحمام اللي ممكن يخنقك. يعني لو انت فاكر ان دول 5 دقايق من الاستجمام ممكن تضيع حياتك. وانا مش هقول لك هنا تستحمى بميه تلج، بس على الاقل ما تستحماش بميه سخنه وتستحمى بميه فاتره. جلدك وشعرك وصحتك اهم من ال5 دقايق بتوع الاستجمام. قول لي بقى تحت في الكومنتات، انت لسه هتستحمى بميه سخنه ولا غيرت رايك؟